كشفت مصادر من داخل التنسيقية التعليمية لقائها مساء يوم الثلاثاء بالنائبة البرلمانية نبيلة موليب عن حزب الاشتراك الموحد لتدارس موضوع إلغاء التوقيفات التي طالت حوالي 500 أستاذ وأستاذة نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري بمختلف المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. المصدر نقل عن منيب تأكيدها أن الوساطة الحقيقية في حضور الجميع أمام وسائل الإعلام وأمام الرأي العام، بحيث سيتم تنظيم يوم دراسي يوم الجمعة المقبل بالبرلمان سيحضره مسؤول الحكوميين والبرلمانيون إلى جانب الصحفيين مع حضور ممثلين عن التنسيقيات التعليمية للترافع عن ملفاتها